أهلا وسهلا بكم في برنامج الديزل في كأس العالم. قد أنزل الستار على المجموعة الأولى والثانية. توقعاتنا كانت في المجموعة الأولى 10/10، في المجموعة الثانية خابت واحدة، لكن مش مشكلة. خلينا نشوف ده، بس قبل ما نشوف ده عاوزين لايك سبسكرايب للقناة. يلا بينا حلقة. والسنغال المجموعة الثانية فيها انجلترا وويلز. كنا متوقعين ان المجموعة الأولى هولندا والسنغال، المجموعة الثانية كنا متوقعين للأسف انجلترا وويلز، لكن انجلترا صعدت مع أمريكا وهبطت ويلز. خلينا نقول ان منتخب السنغال كان يستحق الصعود لدور ال 16 رغم غياب نجمه الاول سيديو ماني، لكن فريق متكامل. سيسي المدير الفني النهارده لمنتخب السنغال اثبت انه عنده فريق قوي جدا، قدر بقياده كولوبالي ولاعيبه خط الوسط ان هم يقدموا ملحمه قويه. الهجوم مش افضل شيء، لكن اعتقد من دور ال 16 قدام انجلترا بعوده ساديو ماني على حسب التقارير السنغاليه اللي كانت طالعه قبل كاس العالم ان ساديو ماني هيلحق لو وصل دور ال 16. فاحنا الان في دور ال 16، اتمنى عوده ساديو ماني ان كان سليم 100%. وما زلت عند رايي ان دور ال 16 جمع بين المنتخب الانجليزي والمنتخب السنغالي. كتوقعاتي في قبل البطوله ما تبدا، تقدر ترجع للحلقه اللي عملتها، حلقه توقعات كاس العالم، ان السنغال هتقدر تكسي انجلترا في دور ال 16، ودي هتبقى المفاجاه الكبرى ان السنغال هتوصل لدور الثمانيه. السنغال فريق قوي، كان يستحق الفوز ويستحق مكانها احسن من كده، تعويضا عن كاس عالم 2018 اللي حصل فيه 4 نقط بس ما صعدش بسبب اللعب المالي النظيف، بسبب فرق الانذار اللي كان بينه وبين المنتخب الياباني. كان معاهم 4 والمنتخب الياباني كان معاه 3 إنذارات، المنتخب السنغالي كان معاه 4 إنذارات، فهو اللي طلع بره البطولة. الاتنين كان معاهم 4 نقط. فالسنة دي بعد 4 سنين أنا بقول المنتخب السنغال ممكن يبعد لبعيد أكتر من دور الثمانية. أنا كنت توقعت هيقف في دور الثمانية لو سيديو ماني رجع، في كلام تاني. سيديو ماني مرجعش، هيقف عند دور الثمانية. وما زلت عند رأيي إن المنتخب السنغالي هيقلب المنتخب الإنجليزي وهيقدر يخطف منه بطاقة التأهل. بالنسبة لهولندا، هولندا بتلعب كرة سهلة ولغاية دلوقتي مشفناش فريق بشكل قوي. منتخب الاكوادور احرجه، المنتخب السنغالي كان احرجه، هو اللي خطف الماتش منه بطريقة ساذجة من غلطتين من حارس المرمى مندي. لكن خلينا نشوف قصاد امريكا ايه اللي هيحصل. انا كنت متوقع ان امريكا هتخرج من دور المجموعات، امريكا طلعت وفاجئتنا. فخلينا نشوف السنغال هتعمل هولندا هتعمل ايه. اعتقد هولندا مش هتكمل بعد دور 16، ده اخرها، لكن خلينا نشوف واحدة واحدة. ده بالنسبة للمجموعة الأولى. نيجي للمجموعة التانية اللي صعد منها انجلترا أول مجموعة وأمريكا تاني مجموعة. ماتش انجلترا وويلز كان ماتش، يعني أنا في الشوط الأول بعد تعادل ويلز 0-0 مع انجلترا وقلت لا ممكن جاريث بيل يخطفها بتاع، تيجي دقيقة 50 جون، دقيقة 52 جون، قلت خلاص ماتش خلص. بس قلبت الماتش على الناحية التانية، على ماتش أمريكا وإيران. ماتش أمريكا وإيران كنت بتفرج عليه يعني بشاهده مش بسمعه، وأمريكا وماتش انجلترا كنت بتفرج عليه. طول ما انا سامع مذيع، انا شايف ايران بتدافع بس. كارلوس كروش دخل انا عاوز نقطه عشان اصعد، امريكا عاوزه مكسب عشان تصعد، فهو لعب على النقطه. اما انت عاوز نقطه لازم تلعب على المكسب، وانت عاوز نقطه واحده لازم تلعب على المكسب. دي الف ب كوره. الف ب كوره بيقول لك ازاي تهاجم، الاتاكينج، ازاي تفنس، ازاي لما الكوره بتتقطع بتعمل ايه، اما الكوره عشان تسترجعها بتعمل ايه. في 4 نقط عشان تاخد بيها، دي اي حد بياخدها في كورس اف. يعني انت لسه مبتدئ في الكورسات بيقول لك ال4 نقط دول: ازاي تعمل تحول هجومي، ازاي تعمل دفاع لما الكوره تتقطع رقم 2، ازاي تعمل دفاع، ازاي تجيب الكوره في اسرع في اكتر من 3 4 ثواني. اكتر من 4 ثواني انت فشلت، يعني الكوره لو راحت منك اكتر 4 ثواني هيتعمل عليك هجمه خطره. منتخب ايران رجع ورا، ساب الكوره، مفيش فكر هجومي. انا بقطع الكوره بديها لامريكا، اقطع الكوره اديها لامريكا، اقطع الكوره اديها لامريكا. فين الفكر التحول؟ ما انت قطعت الكوره، عندك كده اخدنا الكوره وعملنا ديفنس، بس تحركات اللعيبه تبقى صح والهجمه، الاثنين دول مش موجودين. انا بقطع الكوره برجع الكوره، بقطع الكوره برجع الكوره. جيرجو ديست اللي بيلعب في نادي انتر، انا كنت بنلاعب
ريال مدريد لما كان بيلعب انتر مثلا، انا كنت بشوف ده ثغره من الثغرات. بقول لي لا، الماتش ده عمل ماتش مارسيلو في زمانه وروبرتو كارلوس في زمان، في ايه يابا؟ تسيب له الجبهه؟ الراجل عمل اسيست، جون، باي باي. امريكا مش عاوز اكتر من كده. طيب حاولت تهاجم متاخر، حاولت تهاجم بعد ما دخل في الجول. منتخب امريكا بيجي اللي معاه ده، انا كنت متوقعه اخر دور المجموعات، وقلت هيبقى حصان اسود في كاس العالم اللي جاي. بسم الله ما شاء الله. كارلوس كوش ده من طبق الماتش هديه، انا هقف ورا وانتوا هاجموا براحتكم. اللي لو كان كروش اتفرج على الماتش الاول بتاع انجلترا بتاع امريكا وويلز. ويلز الشوط الاول فضل برضه سايبه الكوره لامريكا. امريكا كانت واخداه غسيل ومكوى، رايح جاي رايح جاي رايح جاي. امتى ويلز فات؟ بعد ما دخل فيها الجول ابتدت تهاجم. طب ليه ما هاجمتش من الاول؟ رغم ان جه ضربه الجزاء وجابها جاريث بيل، بعديها بقت 1-1. وكان ممكن يجي التاني والتالت لويلز لولا استهتار جاريث بيل في الكوره اللي استلمها وما شاطهاش على طول. اما الجون كان قبل لنص الملعب، استلم ولسه بيفكر يشوط. ساعتها قلنا لو محمد صلاح مكانه في نفس الكوره في مانشستر سيتي، لمس ما استلمش، لمس كوره ببطن رجله ووداها على الجون عدل. جاريث بيل استلم ولسه بيبص لفوق وهيبص الجون راح فين. انت تاكلينج خلاص. والتاكلينج ده انا لو مدير فني لمنتخب امريكا هسقف له واديله احسن واحد خد انذار بالنسبه لي، اهم انذار في تاريخ البطوله. حصلت قلنا قبل كده مع فالفيردي، اهم طرد في تاريخ البطوله بتاعت السوبر لما عملها مع موراتا في اتلتيكو مدريد وريال مدريد، اما قص موراتا بالنص. فلا، مبروك منتخب امريكا طبعا، مبروك منتخب انجلترا. هنشوف امريكا وهولندا، وانا توقعي هيتغير. انا كنت متوقع هولندا تخرج من دور 16 بس من ايد ويلز. هتلاقي امريكا اللي هتكمل. هولندا منتخب تعبان بالنسبه لامريكا. امريكا عندها سرعات حلوه، عندها مهاجم كويس، وايا جورجوا كويس. وخلاص هنستنى بقى بكره الحلقه ان شاء الله بعد لعب المجموعتين الثالثه والرابعه، ونشوف السعوديه هتعمل ايه قصاد المكسيك، ونشوف بولندا هتعمل ايه قصاد الارجنتين. توقعاتي هقولها بكره، بس هو عامه انا مش شايف ريحه مفاجاه كده ان بولندا والسعوديه، مش عارف ليه. خلي الحلقه بكره توقعات. شكرا لسماعكم الفيديو، متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه. سلام.